السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم يا أحلى متابعين. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، بأحسن الحال والأحوال. طمنونا عنكم جميع. رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله رح يعجبكم. بدي شارككم اليوم 3 يوم رمضان فطوري أنا وولادي، وبدي شارككم كمان نزلتي على السوق هون أنا عم أشتري الخضرة أنا وولادي، وكمان بدي شارككم تصميمي أنا وأختي باقة من الورد لعمي الله ييسر له يا رب. الحمد لله عمي قربت جيته قالوا لنا، فأنا وأختي حبينا نعمل له باقة ورد ساتان. الحمد لله رجع عمي بالسلامة. كمان حبيت شارككم أجواء الرجعة، الحمد لله على سلامته وعلى سلامة الجميع. رحت أنا وأختي زرناه وسلمنا عليه وهنيناه، والله يكرمنا جميع يا رب. هون بلشت نهاري، فتت على السوق أنا وميمنة وجودي، أخدته ونزلنا على السوق. هون هيك فتلنا شوي، اشتريت كم غرض لازميني. هون محل اليا بلاش بكفر بطنة، سبحان الله هيك أسعاره حلوة ومقبولة. فتنا عنده اشترينا كام غرض. هذا بالسوق التجاري التاني، كتير أسعاره مقبولة وحلوة ما شاء الله حسب السوق، يعني حسيت أسعاره حلوة. أنا عملنا هيك فتلة صغيرة بالسوق، ولادي جا عبالهم كمان شافوا الأمردين، قال اشترينا ماما أمردين. اشتريت لهم باكيت أمردين هون مثل ما انكم شايفين، كمان طيبة هذا مفيد برمضان. هذا الفيديو عملت لكم اياه تقريبا عن 3 أيام، ما عن يوم واحد. والصبايا اللي عم تقلي نزلنا كل يوم فيديو، حبايب قلبي والله أنا بتمنى إني نزلكم كل يوم فيديو، بالعكس قناتي بتقوى أكتر إذا نزلت كل يوم فيديو. بس صراحة والله تعب ومشقة كتير، المونتاج كتير كتير بده وقت وبيعذب، لهيك يعني والله ما بقدر. خاصة هلأ شهر رمضان شهر عبادة، سبحان الله ما بيجينا غير بالسنة مرة، يعني شفتوا بدنا نغتنم من هالوقت وهالشهر. الله يقوينا يا رب، يبارك لنا فيه ويعيننا فيه على الصيام والقيام. هون سبحان الله بكفر بطنة شفت هالخضرة وعم اجت ببالي طبخة اللي بدي اطبخها. جعبالي اليوم اعمل كواج بطاطا. اول شي شو اسوي؟ حقطع البندورة والطنجرة. حقطعها اول شي مشان البندورة تعقد معنا لبين ما يستوي البصل والبطاطا. هلا في ناس بتقشر البندورة، هي البندورة كتير عجرة، مفرمة ناعمة انا ما بطلع لا قشوري ان شاء الله. انا بحب اقطع البصلة جوانح للكواج، في ناس تحب تعملها مكعبات، نحن نعملها جوانح. فورا فوق الطنجرة شايفين كيف؟ هيك شوف. هلا رح أقشر 3 بطاطايات، ما رح كترهم يعني دوبن يطلعوا صحنين. سبحان الله الأكل بس ببيت بصير دمه تقيل وما طيب تاني يوم، ناكل كل يوم تازة أحسن ما يزيد ونقيم ونحط ونسخن. أنا من حالي الأكلة برمضان بحبها تازة، ما بحب تاني يوم سخن وناكل. نغسلها بعدين ننزل عليها. بسم الله. بهالشكل شايفين. هلا في ناس ما بتحب تضيف بطاطا، انا اولادي بحبوها بالبطاطا الكبوش. ضفت هون شويه لحمه عندي اياها مقليه من قبل، نزل بطاطا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. عليها رشه فلفله حده مع كتة مطحونه ورشه فلفل. وهيك صاروا جاهزين، بدي احطهم على الغاز ونوس تحته لحتى تعقل معنا البندوره، بعدين بنحركهم ما شاء الله بيطلعوا غير شكل. بس ملح ما راح اضيف للاخر. هلا هي غاز التبوله عنا جاهزين، رح نبلش بالتبوله. بسم الله. اول شي رح نقلي البقدونس. بسم الله. تحطمنا عن الافراح دهرا وافطرنا على طبق الكرامه. سجل يا زمان النصر سجل دمشق لنا الى يوم القيامه. بعد تم مسيرين وشو حلوه هي وحكيات، الله يرضى عليها يا اخواتها. البقدونس شايفين هي اول ريحه البقدونس ما بكبها، هي كتير فيها فوائد اكتر من الورق. في ناس بتشيلها كلها بتخلي بس الورق. رح نفرم البقدونس، رح نقيم هيك الراس اول شي. بسم الله.
شايفين قديش شريت انا؟ مو كتير. تبوله طيبه ناعمه. بسم الله. شوفوا لي الفرن ما احلاه. لسه بيتنعم اكتر اذا بدكم، بس اذا كتير نعمت بتوجعني ايدي، فقلت هيك منيح ما شاء الله. ما انا بدي لك اياها. السلام عليكم يا رسول الله. الحفرة من البندورة ناعمة للتبولة كمان. بسم الله. البندورة صارت عنا جاهزة. بيان عنا هلا بدنا ننقع البرغل. حقنا على البرغل. شايفين البندورة كيف نزلت مي؟ رح ننقع على البرغل فيها مشان التبولة ما تطلع راخية مي. بعدين عصر ليمون. يا سلام. البندورة مشان يستنقع فيهم. عصر ليمونتين. التبولة بدها ليمون. هلا رح نزل الليمون فوقهم. خلينا نغبوهم. يا سلام. بحط رشة نعناع يابس كمان. اولادي مشغلين الشاشة على الفيديو، عم بيتفرجوا على الفيديو اللي نزلته اليوم. هلا رح افرم بصلة خضراء. وحدة بتكفي بالتبولة ناعمة. عليهم هيك ضيف عليهم معلقة ملح، نص مع كتار وزيت زيتون، وصارت عنا التبولة جاهزة. بسم الله. شوي بعدين بحركها مشان ما ترخي مي كتير. هلا هيك حطيتهم على الغاز. رح غطيهم. نوز الغاز تحتهم ونغطيهم عشان تدوب معنا البندورة. متى ما دابت عنا البندورة بنحركهم بتستوي عنا البصلة والبطاطاية. ما بياكلوا وقت كتير. بسم الله. هلا هيك بعد ما غلوا عنا هنحركهم. بسم الله. هون هيك التبولة رح احركها واسكبها. بسم الله. قولنا بالتعليقات شو عم تعملوا فطور. والله الواحد بيحتار سبحان الله. ما كل يوم بده يساوي اكله. سبحان الله. بس تساوي اكله كريريه ما بتحبي. كل يوم بده اكله رمضان. الله يتمم لنا اياه على خير يا رب. يبارك لنا فيه. ما شاء الله بتحسوه راكد ركل. الله يبارك لنا فيه يا رب. هسه مبارك عن 1 رمضان. سبحان الله. اليوم 3 اليوم. هونك عم قطع كام بردقانة. رح اعملهم عصير بالخلاط. ما شاء الله بيطلعوا ظراف وببل القلب. وهي اكلتنا هون صارت جاهزة للسكب. أقبل قمرك بعد غياب في الجنة فتحت أبواب بهجة أقبل قمرك بعد غياب في الجنة فتحت أبواب وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. سويت التقوي على طاعة الله. تفضلي جودي. تسلم. الله يسلمك. سكب لك أحمد تبولة. أنا ونسخ التبولة. أشقق التبولة. بسم الله. بسم الله. يا عيني على الكواش وطالع ظريف ما شاء الله. ماسكبيس. تكرم. وهون بعد الفطور صار بدها كاسة نسكافيه لصحصح شوي. سبحان الله. عم نفقد القهوة للنسكافيه. سبحان الله كيف كنا متعودين كل يوم نشرب. شلون هيك سبحان الله. سبحان الدايم. وهون جودي خانم بدها تاكل امر الدين، فحبيت هيك اقصقص لياهم وتلفهم وتحط عليهم جوزة تطلع طيبة ومقبولة وبيحبوها.
وفي فوائد سبحان الله. أنا كتير كتير انبسطت لأن أولادي طلبوه وحبوه يعني. شايفة إيدي كيف بنتي عم تزينه. الله يديم هالقعدة الحلوة يا رب، ويحمي لي اياهم ويحفظ لكم أطفالكم يا رب. وهون بهالسهرة بعتلها خبر لسرفتي تطلعي نشرب قهوة، صار لي زمان ما شفتها وعم انزل لعندها ولا عم شوفها بالجامع. يعني سبحان الله طول رمضان عم نلتهي بالفطور سبحان الله بالجلي والتراويح. قلت تطلعي لنشوفك قبل ما يروحوا بناتي على المدرسة، خلينا نشوفوكي. وأنا فقت حضرت السحور لأولادي سبحان الله. أولادي عم يعذبوني لحتى يفيقوا على السحور، ما بعرف شو صار لهم برمضان، تغير كل جوزانهم يعني سبحان الله. ما بعرف كأنه هيك صاير خمول شوي. بأي جزء صرتي ميمنة؟ الجزء الرابع. ما شاء الله، الله ييسر لك حبيبتي. إن شاء الله بتلحقي وبتقرأي ختمة وتنتين وثلاثة إن شاء الله يا رب. متابعينا صباح النور حبيبي، كيفك؟ وبأي جزء صرت أنت كمان؟ أنا مثل ميمونة بالجزء الرابع. يا سلام يا سلام على الشطورين. الله ييسر لكم يا رب، تخلصوا هالختمة تبلشوا بوحدة تانية. أنا قبل ما راجع في صبايا امس قالوا لي وقت تضيف لي السنة لزكاتك بس شوي شوي لحتى نتعلم. ما تكرم عنكم هلا حطوا لكم اياها من البداية. قالت لها اياهم هلا هيك. هلا انا ما عاد اشد لها اياهم. شايفين هي المطاطة مرخية ها اصلا، شايفينها؟ شوفوا مع نصين نفس المتساوي. هلا بنجيب خصلة صغيرة من هون وخصلة صغيرة من هذا الطرف، بناخذها الجهة الثانية، بنرجع خصلة صغيرة من هون خصلة صغيرة من هون. كتير سهلين شايفين؟ بس أهم شي تشدوا ايدكم وتتموا. خصلة صغيرة رايحة من هون، خصلة صغيرة جاية لهون بالتساوي، بتطلع معكم سنبلة بتشهي. ما أنا اللي حكى عني اللي رايحة على عمرة. بدك تحاكي؟ شو بدك تقري له؟ كان محمد شو بدك رسوله فلما سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. كرم عينك. هلا بخليك تحاكي. رايح المدينة سلم لي على النبي، كله خدامك مشتاق لك يا نبي، يا حبيبو يا نبي، يا طبيبو يا نبي، يا حبيبو يا نبي، يا طبيبو يا نبي. يا عين شو حلوة. الله يكرمنا بزيارة النبي. قولي آمين. أنا وياكي وتيتا وجدة وأخواتك. قولوا إن شاء الله. الله بيكرمنا ومروا كلنا سوا يا رب. بيكرم جميع المتابعين. الله يرزقكم يا متابعينا، زوروا كلكم. آمين. شايفين شو بسيطة؟ شايفين ما أحلاه ما شاء الله. ديري سيري وشك هيك لهنيك عشان نشوفوها. ما شاء الله. هاي سنبلة رح أعمل واحدة تانية. هلا ديري وشك لعندي لهون عشان سايلك التانية. سيري افتري. هون سيرينو اجت جابت لي الجلاء ومرحة الحمد لله كانوا علاماتها حلوين. ان شاء الله يا رب الله بيكرمني وشوفها بأعلى المراتب هي واخواتها يا رب. اليوم هيك اجت اختي لعندي، حابين نعمل له لعمي اللي بالعمرة الله ييسر له يا رب يرجع بالسلامة، ما له مطول ليجي. نعمل له باقة ورد من الساتان. اختي ما شاء الله كتير شاطرة بمساواتها، حتى انا يعني، بس اختي ما شاء الله اخذة ايدها لانه ساوت كذا باقة، انا بس حساعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبلش آلاء. بسم الله. هورجيكم الطريقة. هي جابت هذا الساتان من السوق وجابت كرت مثل ما انكم شايفين وعتلف عليه الساتان مشان تقصهم بالتساوي مشان تشكل الوردة.
هلا هيك بتقصر من الطرفين بيطلعوا شرائط بنفس الطول والحجم. 13 لفة، يعني بدهم يطلعوا معنا 13 قطعة ساتان مثل هي، شايفين بدهم يطلعوا 13 قطعة، كل قطعة كل 13 قطعة بيطلعوا معنا وردة. هلا طرف الساتانة بنعمله بالقداحة هيك مثل ما شايفين بهي الطريقة، بنتني الساتانة وبنصيخها هيك بالقداحة بتلزق. شايفين شو شغلتها بسيطة وسهلة. أول شي مشان ما تنسل معنا الوردة بنعملها هيك بالقداحة طرفها. شغلة كتير بسيطة وسهلة، بس بدها وقت وبدها صبر حتى تطلع بالنهاية بتجنن. هيك صار معنا أول لون. هذا لك. أطلب منك التخلص من الشبكات هذه ومن تواجدك هنا أيضا. له من نقاط. على هيك صار دور اللون الذهبي، بنعمل وردات باللون الذهبي كمان بتطلع الباقة أسود وذهبي. سبيكة واحدة. ما أحتاج. الآن حان الوقت. اللون الذهبي هتربي بدون حساب. بدون حساب. من الشيء. ولا هيك صاروا عنا البتلات جاهزين. هلا بنعد 13 بتلة، كل 13 بتلة من هدول بيطلعوا معنا وردة جورية ما شاء الله. يا سلام ما شاء الله لون الساتان شو حلو. أكلوا معنا وقت والله. اجت أختي بعد الفطور لحتى نكمل الباقي. هلا هون عدت أختي 13. هلا بدها تصفهم وتنزل عليهم السيليكون، بعدين بدنا نلفها على عود الشيش مثل ما شفتوها حتى يطلع معنا بالآخير باقي من الورد. شايفين هيك على كل بتلة بتحط نقطة سيليكون وبتلزقها واحدة فوق منها لحتى يصيروا عنا 13 بتلة، بعدين بتلفهم على عودة الشيش. شغلة حلوة وممتعة، بس بدها وقت وبدها صبر وبدها تعب، والله هي متعبة يعني. سبحان الله يعني وقت بيقولك باقة الورد سعرها هيك بتقولي اوف غالية، قد ما سعرها مو غالية على حسب التعب اللي بتتعب. عن جد انا واختي ما شاء الله اشتغلنا فيها بنهار، وراحت اختي على بيتها ولدت رجعت لعندي بعد الفطور وحتى كملناها. بس بالنهاية وقت بنشوف النتيجة بننسى تعبنا. ما شاء الله بتطلع حلوة بتاخد العائلة الباقة. هلا هيك صارت عنا بهالشكل. هلا بس بدنا نلفها على عودة الشيش. هلا هيك بنحط نقطة سيليكون على عود الشيش وبنلفها. حتى هون وقت بدنا نلفها بدنا نرجع نحط سيليكون حتى تلزق معنا وتتشكل الوردة وتطلع ظابطة. شايفين طريقة تطلع ماكنة مات هيك كتير كتير سهلة. بس يا سلام وردة ساتان ما شاء الله. هلا هاي بنجمعهم كل الوردات بنعملهم هيك نفس الشكل، بعدين بنضمهم بنساويهم باقة. ما شاء الله شو حلوة هالوردة الذهبي. شوفوا لي هالوردتين ما احلاهم ما شاء الله. هون صار بدها كاسة كابتشينو لنتمزمز فيها، نحن عم نكمل الباقة. ما شاء الله بدها وقت كتير وبده الواحد هيك يطول باله كتير لحتى يشوف النتيجة الحلوة.
يا سلام. الزبالة يا زبالة مصانية. شايفين عجقة الورد على الطاولة؟ يا سلام، ما في أحلى من عجقة الورد. الله يجعل حياتنا كلها حلوة مثل الورد يا رب. شايفين هيك هلا بتشكل الوردات على قطعة من الفلين لحتى يثبتوا ويتشكلوا معنا موديل باقة. شايفين كيف عم تنسقون على قطعة من الفلين؟ شايفين هيك هلا ضروري حطينا هيك عليهم وحدة هيك وحدة مشان الزيت يطلعوا بنفس حتى تثبت معنا الباقة. شايفين ما وكل شاء وحدة الله لون عم تعملها أختي بتطلع أحلى الباقة، ما ملونة شاء الله وحلوة. شو مرتبة طلعت. هلا صار وقت التغليف. هون اختي اشترت اوراق تغليف لون ابيض، بدها تجيب اسود ما لقيت بالسوق، فتلت السوق وما لقيت. قلت لها يلا ما بيأثر بصير كسر الوان لحتى يطلع عنا هيك بهذا الشكل. شايفين ما شاء الله. حنحط له سيليكون لحتى يلزق الطبق. تم اخذ هذا الشكل. هلا بتحط لها سيليكون شايفين من الزاوية للطبق وبتتني لجوا. شايفين شغلتها والله مو سهلة. اكتبوا لنا بالتعليقات. كتير حبيت أنا هاللونين مع بعض متناسقين كتير، وخرج هيك إنه الواحد يقدم هدية لزوار بيت الله الحرام. أسود وذهبي سبحان الله مثل ألوان الكعبة. شايفين هلا وصلنا لهي المرحلة بيان عنا التغليف القسم اللي تحت. شايفين هلا بيان هون بدنا نحط تغليفة ما شاء الله وخاصة. شوفوا ما شاء الله طالعة مرتبة بسم الله ما شاء الله. الله يعطينا العافية. هون آخر شي التغليف أكل هيك شوية وقت مع أختي، شوي هيك عذبها سبحان الله، بده دقة كتير لحتى يطلع هون الشكل النهائي، بده ترتيب كتير. قديش يعني الباقة أكلت معنا الوردات. بدنا نحط لها ساتان داير مدالة عشان نخفي بين الورق المغلف. شايفين كيف طلع؟ هون بدنا نحط لها ساتان نلزقها بين الورق المغلف. شايفين؟ أنا هون عم بحط لها هيك سيليكون. هلا صارت اللمسات الأخيرة. بدنا نعمل العقدة هلا اللي بدنا نحطها على الباقة. حط ايدك يا عيني. شايفين شو طلعت معها مرتبة ما شاء الله. ما بدك تحطيها هلا اهو هيك. يا سلام. امسكها احمد للباقة. امسكها حطي لها سيليكون. يا سلام. وري هالباقة ما احلاها بسم الله ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله شو اكاله طالعه. الله يسلم ايدينا ويعطينا العافيه ان شاء الله. عمي بيرجع بخير وسلامه يا رب. عن جد جيته كثير غاليه وبيستاهل، مو بس باقة بيستاهل ورود. ننطر له ورود مباركه ومقبوله كل بيته، وعقبال العوده وعقبال عند الجميع يا رب. عقبال عندي ادعوا لي يا احلى متابعين انه انا كثير مشتهيه اروح على عمي. متابعينا هلا رايحين عند عمي نزوره من اول ما اجى عن عمره. ان شاء الله كل المتابعين يروحوا يدور بنا حق. امين. تسلم لي هالتم ان شاء الله. عقبال عند الجميع. امين. يا مرحبا بذكر الله. عمي وصل أذان المغرب الحمد لله على سلامته، فأنا ما حسنت أروح بهالوقت. بعد الفطور أخذت أولادي وأنا وأختي ورحنا نستقبله ونسلم عليه ونبارك له ونهنيه. الله يهنيه يا رب وعقبال عنا يا رب جميع. ما شاء الله الأجواء كانت كتير حلوة.
ويا عيني ما في أطيب من مية الزمزم من عند سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما شاء الله، الله يهنيهم يا رب ويطعمنا جميع. برجع بكرر الدعاء وبقول الله يكرمنا جميع يا رب. شوفوا لي هالزينة ما شاء الله، شو حلوة ومرتبة ما شاء الله، بتجنن ما شاء الله. وهون عمي جايب هدايا ما شاء الله، هدايا بسيطة بس بتفرح القلب. ولادنا كتير فرحوا فيهم، خصوصي هذا التلفزيون كنا نقله وقت كنا صغار في صور الكعبة ما شاء الله. الله يجزيهم كل خير يا رب، وعقبال العودة وعقبال عند الجميع يا رب. يا زوار النبي ريح النبي بيكم، هنية زيارتك واجب نهنيكم. يا زوار النبي ريح النبي بيكم، هنية زيارتك واجب نهنيكم. أهنيكم وروحي سارت وياكم، جسمي ما تبعكم حين مسراكم. يا زوار النبي حطت خطاياكم، على استار النبي روحي تباري. واشهد ان رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله المستقيم الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأتوب إليك أستغفر الله أتوب إليه لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. خلونا نختم هالفيديو بالصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بتمنى يكون عجبكم هالفيديو ونال إعجابكم. والصبايا الجداد اللي دخلوا على القناة ما تنسوني من تعليق حلو ولايك مثل قلوبكم. بتمنى لكم الصحة والعافية، ودمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وأغلق الخلق ودع الشياطين. أنت احكي لي. أحسنت. أنت احكي لي حديث. الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا كافي اليتيم كهاتين في الجنة. الله يرضى عليك يا سيري. الله يرضى عنك.